ضريبة المعارف ليست مجرد التزام مالي، بل هي استثمار حقيقي في مستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة. فمن خلالها يتم تعزيز منظومة التعليم ودعم المدارس بالموارد اللازمة لتطويرها وتحسين جودتها. إنها أداة فعالة لرفض المشاريع التعليمية، بدءا من بناء المدارس الجديدة وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية، وصولا إلى تطوير المناهج وتوفير بيئة تعليمية جاذبة. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم أهلنا في مدينة سلفيت. طبعا اليوم نتحدث عن ضريبة المعارف، وهي أحد أهم الضرائب التي تجبيها مدينة سلفيت وبلدية سلفيت، ومن حق المواطن أن يعلم أين تذهب هذه الضرائب التي يتم دفعها. هناك أوجه عديدة لصرف ضريبة المعارف، وبالمناسبة هي في صندوق ولها مركز مالي منفصل عن حسابات البلدية، أموال البلدية، يعني لا يتم دمج أموال المعارف مع أموال البلدية. طبعا ضريبة المعارف تنفق على المدارس بشكل أساسي، وقد قامت البلدية بالعديد من المشاريع، كان آخرها بناء غرف صفية في المدرسة الصناعية، وسبقها إضافة العديد من المدارس في مدينة سلفيت. طبعا كلفت هذه المشاريع مئات آلاف الشواكل. حاليا تقوم البلدية مع فاعلين للخير في مدينة سلفيت ببناء مدرسة شرعية جديدة، كما ونعمل على بناء مدرسة أخرى لسد احتياجات مدينة سلفيت. ضريبة المعارف تصرف وتنفق على صيانة المدارس، حتى أن البلدية أيضا تنفق من أموالها ونفقات طواقمها الخاصة بالمؤسسة على هذه المدارس. هناك استجابة سريعة وتدخلات دائمة من قبل كل دوائر البلدية، سواء دائرة الصحة والبيئة، دائرة الكهرباء، المياه والصرف الصحي والهندسي، إلى الحفاظ على مستوى معين من جودة المدارس. نطمح أن تكون مدارسنا بأبهى صورة، ونتمنى عاما دراسيا موفقا وعاما جديدا مليء بالخير لأهلنا في فلسطين وفي سلفيت. طبعا أدعو أهلنا وأحبائنا في مدينة سلفيت إلى الالتزام بضريبة المعارف، بالذات أن البلدية تقدم خصومات في بداية كل عام عن كل الضرائب التي يتم جبايتها من قبل مواطنينا. طبعا كما عودتمونا نرجو التزام الأهالي بهذه الضرائب حتى تستطيع البلدية أن تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين. ولا يمكننا أن نتحدث عن هذا الموضوع دون الإشادة بالإدارة السليمة والشفافة التي يتولاها القائمون على هذه الموارد. إدارات تسعى دوما لضمان استخدام هذه الأموال بشكل مسؤول وفعال بما يخدم الأهداف التعليمية. ضريبة المعارف أو ما يسمى أو يطلق عليها ضريبة التربية والتعليم هي نظمت وفق نظام التربية والتعليم رقم 24 لسنة 2021. هذه الضريبة تفرض على الأشخاص الذين يمتلكون مساكن داخل هذه المدينة، ويتم اقتطاعها وفق إجراء ونظام محدد ورسوم محددة. طبعا هذه الأموال اللي يتم جبتها يتم تحويلها عادة إلى صندوق مخصص يدعى أو يطلق عليه باسم صندوق المعارف المحلية، وتدار وفق لجنة تسمى لجنة المعارف المحلية. طبعا هذه اللجنة لها مهام عديدة، من ضمنها وضع الاستراتيجيات، تخصيص هذه الأموال لمدارس مدينة سلفيت. هي مشاريع تهتم في البنية التحتية وتطوير هذه المدارس، هي مشاريع أيضا تساعد على تحسين البيئة التعليمية، سواء كانت هذه البيئة تخص الطالب أم تخص المعلم. فبالتالي تحرص بلدية سلفيت على أن يكون هناك مساحة واسعة من التخطيط الاستراتيجي لهذه المدارس، مدارس المدينة. وأيضا تقوم بلدية سلفيت بتمويل والمساهمة أيضا في المشاريع التي يمولها أيضا صندوق المعارف. فبالتالي هناك عملية تكاملية ما بين صندوق المعارف وبين بلدية سلفيت. للاطلاع على العديد من المشاريع قامت بها بلدية سلفيت، هناك مشاريع تمت في تحسين المدارس، مشاريع أيضا تمت على تطوير البيئة التعليمية، أيضا هناك إنشاء مدارس جديدة، هناك المساهمة في شراء أراضٍ أيضا لإنشاء ومدارس على مستوى
دولي بحيث تكون هذه مدارس نموذجية، وهناك أمثلة عديدة أيضا ستظهر إلى المواطن في المستقبل. لذلك وبناء على هذه المعطيات أو بناء على هذه المشاريع التي تنفذ من خلال صندوق المعارف، نأمل من المواطن الكريم الذي يمتلك الوعي والذي يمتلك الثقافة، بالذات مواطني مدينة سلفيت، نأمل أن يتم الإسراع في بداية هذا العام في تسديد رسوم ضريبة المعارف لصندوق المعارف المحلية. أيضا ننوه للمواطن بأن هناك خصومات أيضا على الدفع لصندوق المعارف، 20% في الشهر الأول و15% في الشهر الثاني وهلم. فبالتالي نؤكد على أنه بلدية سلفيت ملتزمة في تطوير هذه المدارس، ملتزمة في تمويل والوقوف على احتياجات هذه المدارس، لأن أبناءنا في هذه المدارس هم الأولوية، ومعلمون أيضا هم الأولوية بالنسبة لصندوق المعارف المحلي. تولي بلدية سلفيت اهتماما كبيرا في مدارس مدينة سلفيت بشكل عام، حيث تقوم بعقد اجتماعات دورية لمدراء مدارس مدينة سلفيت بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم للوقوف عند احتياجات هذه المدارس وتأمين ما يمكن منها. هي تؤمن ونحن نؤمن بأن رفع مستوى البيئة المدرسية يؤدي إيجابا إلى رفع جودة التعليم في مدارسنا من خلال توفير الموارد والأدوات اللازمة. هذا يؤدي إلى رفع أداء المعلمين، وبالتالي ينعكس إيجابا على نتائج طلابنا وطالباتنا، ويؤدي ذلك إلى تفوقهم. هذه دعوة لكافة المواطنين الأعزاء لسداد الرسوم المترتبة عليهم من ضريبة المعارف، حتى تتمكن بلدية سلفيت من الوقوف ومساندة مدارس مدينة سلفيت بشكل كامل، مما يؤدي إلى رفع الخدمات التي نقدمها لطلابنا وطالباتنا.